أبوي عشان خاطري مش هستحمل إنك تروح وتسيبني في الوقت ده بالذات. أنا محتاجة لك بعد ما خلاص حسيت إنني بقيت لحالي. أمر ربنا يا بنتي، ومحدش بيهرب من الموت واصل. اسمعيني زين، أنا عمري ما حبيت في الدنيا دي غيرك، وأي حاجة هتسمعيها بعد كده لازم تكوني واثقة إنها حصلت غصب عني. مساء الخير على أحلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا. رجعنا تاني برواية جامدة جدا إن شاء الله تعجبكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش لايك واشتراك في القناة، ده بيساعدني وبيخليني متحمسة وعايزة أقدم لكم كل ما هو جديد وحصري ومميز لأحلى متابعين. قبل ما نبدأ روايتنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الأمانة مسؤولية الفرد والمجتمع، الأمانة في حفظ الحقوق وأداء الواجبات، الأمانة سر النجاح في الدنيا والآخرة، الأمانة نور بيهدي لطريق الخير، الأمانة قوام الحياة وعماد الاستقرار. ويلا بينا نبدأ حكايتنا. ليل وقفت قدام المراية وهي بتبص على نفسها بسعادة، ولفت وقربت من بنت عمها وسألتها: ها، شكلي حلو ولا المكياج اوفر وامسحه شوية؟ ما تردي عليا يا جميلة. جميلة كانت بتعدل طرحتها في المراية اللي جنبها وقالت بضحك: يا بنتي والله العظيم أنا العروسة مش انتي، وإذا كان على اللي بالي بالك فانتي في كل الحالات هتعجبيه، ومش محتاجة يعني كل الزواج ده. هو أنا برضك اللي هقولك؟ هو مين قالك إنني بعمل كل ده عشان رحيم؟ أنا بعمل وبلبس لنفسي. هو احنا كل يوم هيكون عندنا فرح ومناسبة في العيلة؟ بس أنا ما جبتش سيرة رحيم، انتي اللي قلتي مش أني. انتي غلسة على فكرة، وأحسن حاجة إنك هتتجوزي واخلص منك. اكده يا ليل، وأنا اللي كنت هقولك خبر زين يفرحك، سمعته بالصدفة من رحيم أخوي وأبوكي لما كنا بنزوره في المستشفى. اللي هو إيه؟ عشان خاطري يا جميلة قوليلي، الموضوع يخصني مش كده؟ ما تتكلمي بقى وبطلي غلاسة. هقولك، مع إنك ما تستاهليش يا أم لسان طويل. عمي عبد الغفور وإحنا في المستشفى بنزوره سمعت رحيم كان بيتفق معاه على موضوع جوازه، وإنه هيعمل الفرح بعد جوازي على طول بسبوع، ويكون أبوكي شد حيلة وطلع من العناية المركزة. طب ماني سيرتي ما جتش في الموضوع، متوكدة ليه كده إنهم يقصدوني؟ ما يمكن أخوك هيتجوز حد تاني بعد كل ده. يا بنت ما تفتحي مخك شوية، هو أنا برضك اللي هقولك رحيم هيموت عليكي كيف؟ وأول ما بيقعد 5 دقايق وما شافكيش حواليه ما بيبطلش أسئلة عنك، ولا كيف خلى أبوكي اللي ما كانش عاوز يخليكي تكملي علامك وأقنعه تكملي؟ يسمع منك ربنا يا جميلة، لحسن لحد دلوقت ورغم كل اللي بيعملوا معايا لكن عمره ما بل ريقي بكلمة زينة يخليني بس أتأكد إن اللي جوايا ده مش من ناحيتي أنا وبس. لا اطمني، وبكرة تقولي جميلة قالت، وبعدين احنا هنقلبها نكد بقى ولا ايه؟ يلا بينا عاوزين نهيص ونفرح، أنا النهاردة فرحي. هتوحشيني قوي يا جميلة، مش عارفة من بعدك هعمل ايه. مين اللي هقعد أناجر وياه واترمي في حضنه لما خاف من أفلام الرعب اللي بحب أتفرج عليها، ولا لما جوع بالليل وصحيكي تنزلي معايا المطبخ ونقعد نسهر سوا؟ داني اللي مش عارفة بعد ما تتجوزي هجيبك منين. ما هو حضن رحيم أخوي برضك هيعوضك عني، مش كده؟ ليل ابتسمت بكسوف ونزلت وشها في الأرض، وبعد شوية نزلوا تحت يهيصوا مع الستات. انت فين يا لمياء؟ اتأخرتي ليه؟ مش قلنا احنا التلاتة عاوزين نكون مع بعض من صباحية ربنا عشان نرتب كل حاجة؟ ما هي طول عمرها نادلة لمياء دي تقعد تعشمنا انها هتاجي وهتعمل، وفي الاخر ولا بنشوفها. انا عارفة يا بنت انت مصاحبينك على ايه. انت عارفة لولا النهاردة فرحك كنت رديت عليكي. مبروك يا خيتي، واخيرا هنخلص منك. قال بالحق هو فين رحيم؟ هو بتسألي عليه ليه؟ وبعدين ايه اللي هيجيبه وسط الستات اصلا؟ ما اكيد برا مع الرجالة. بسأل عادي عشان ابوي كان عايز يسلم عليه، ما هو جي معايا برا يدور عليه هو بقى بمعرفته، ممكن يلاقيه. ليل حاولت تسيطر على غيرتها لأنها ما بتستحملش أي واحدة تقرب منه، عشان كده حاولت تندمج مع الأجواء لحد ما زهقت فحاولت تتسحب لبرا وتدور عليه، لكنها اتفاجئت بجاسر ابن عمها التاني قرب منها. بتعملي ايه يا بنت عمي هنا؟ معقول تكوني بتدوري عليا عشان توريني شكلك بالفستان؟ مع ان من غير سؤال انت حلوة في كل الحالات. ها؟ لا أنا كنت بدور على حد من عمامي. هو أنت ما شفتش رحيم؟ بتسألي عليه ليه؟ عشان هو اللي يقول رأيه في الفستان اللي لابساه؟ لا أنا بدور عليه.
عشان لمياء بتقول أبوها جه وكان بيدور عليه عشان يبارك له. في إيه يا جاسر؟ ومالك بتكلمني كده ليه؟ وفيها إيه يعني لما أسأل عليه؟ مش ابن عمي برضك؟ صدقيني مش هيعبرك، وبعد كل الحب اللي انت عمالة تحبهوله ده هتلبسي في الآخر وهتندمي. طب عندك دليل واحد يأكدلك إنه هيتجوزك؟ فوقي يا ليل، هو بيعمل كل ده عشان أبوك اللي مرمي في المستشفى والمرض بياكل في جسمه يمسك كل ورثة، إنما انت ولا فرقة معاه. رحيم مش محتاج يعمل كده، هو معلم كفيه وزيادة وعمره ما كان طماع. وما تتكلمش معايا بالطريقة دي تاني مرة عشان مفيش حاجة من اللي في دماغك أصلا. طب طالما مفيش حاجة من اللي في دماغي، لو قلتلك تتجوزيني يا ليل هتوافقي؟ ليل اتصدمت من طلبه وحاولت تبص حواليها بتوتر علشان تمشي، لكنه وقف قدامها ومنعها وبصلها بإصرار كأنه مستني ردها دلوقتي حالا. ليل، ايه اللي موقفك كده؟ وانت مالك مجرب منيها كده ليه؟ الاتنين فجأة اتخضوا على صوت رحيم اللي جاي وراهم وبيبصلهم بغضب. ساكتين يعني؟ وانت ايه اللي خرجك من عند الستات جوه؟ وانت، انا مش قلتلك خليك مع الرجالة عشان لو في اي حاجة لازماهم تجيبها لهم؟ مش عاوزين اي حد يقول علينا معرفناش نكرمه في دارنا. ليل كانت بتوريني الفستان بتاعها وبتاخد رأيي فيه، وانا قلت لها انت زينة في كل حالاتك، واديني ماشي اهو على طول. ليل اتوترت من رحيم اللي فجأة قرب لها بعد ما جاسر مشي. الواد ده بيهلفط بأي كلام ولا انت فعلا كنت طالعة عشان كده؟ لا والله العظيم ما قلت له حاجة كيف كده، ده بيكذب وبيقول أي كلام عشان اتضايق لما سألته عليك وفضل يرغي في أي حاجة ومرضيش يقول لي انت فين. وبتسألي عليا ليه وسايباهم جوه؟ انت مش عارفة ان هنه مجلس الرجالة؟ عارفة، بس كنت عاوزة أقولك إنني هشوف أبوي ميتة، أصله وحشني قوي وكان نفسي يكون معانا في يوم كيف ده. هو الدكاترة قالوا عن حالته إيه؟ رحيم اتنهد جامد وهو بيحاول يخفي قلقه، لأن الدكاترة كلهم أجمعوا إن خلاص فاضله أيام قليلة ويموت. ما تقلقيش يا ليل، والدك بخير، نخلص بس من فرح جميلة وأني هاخدك كيف كل مرة بنفسي ووديك تشوفيه. بجد يا رحيم؟ هو أني عمري وعدتك بحاجة وخلفت وعدي؟ يلا ادخلي جوه وما تطلعيش تاني مرة، مش عايز أي حد من الرجالة يلمحك، خصوصا المستفز جاسر ده. ليلى هزت راسها وهي مبتسمة، وقبل ما تتحرك اتفاجئت بيه قال لها: بالمناسبة، مع انك مش محتاجة تاخدي رأي حد، بس شكلك حلو قوي في الفستان. ليل لفت وهي مبسوطة، لكنها لقيته مشي وسابها. فضلت مبتسمة ودخلت جوه، وفجأة قابلت لمياء اللي بصت لها بضيق وقالت: خير، ايه خلاكي فرحانة قوي كده ومبسوطة كأنك انت العروسة مش بنت عمك؟ اخيرا نطق يا لمياء وقال لي الفستان شكله زين عليا وانني اصلا مش محتاجة اسأله. انا مبسوطة قوي، الظاهر جميلة كان معاها حق لما قالت لي ان هو رتب مع ابوي ميعاد فرحنا بعد فرح جميلة على طول بسبوع. لمياء اتصدمت من الكلام وما بنش عليها الفرحة، وحاولت تقول بصعوبة: بجد؟ طب دي اخبار زينة، مبروك. ليل بقت تعد الايام وتستنى الاسبوع يعدي بسرعة لحد ما جه اليوم المنتظر، ولبست وجهزت نفسها من الصبح ونزلت وهي مستنية اي حد يفتحها في الموضوع. لكنها استغربت لما قابلت جاسر وقال بسخرية: يا ما حذرتك وقلتلك، لكن انت اللي مصممة تمشي في السكة دي، اشربي بقى. ليل بصت له وهي مش فاهمة حاجة وقالت: ماله ده؟ أنا مالي بيه، اما اروح اشوف رحيم فين احسن. جميلة، هو انت هنا؟ قوليلي، حد فتحك في موضوع الجواز ولا لسه ما جالوش؟ جميلة قربت منها بزعل وقالت: والله ما اعرف ده حصل كيف يا ليل، بس اللي سمعته كان عليكي، والله ما كانش قصدي اعشمك، سامحيني. هو في ايه؟ انا مش فاهمة حاجة، انتم مالكم؟ ليل في اللحظة دي سمعت صوت بره فطلعت، وكانت الصدمة اتفاجئت برحيم حاطط ايده في ايد ابو لمياء وبيردد ورا المأذون اللي في نص الكلام لحد ما خلص المأذون، وهو قام علشان يمشي وقال: جواز مبارك ان شاء الله، مبروك يا رحيم بيه. لمياء ابتسمت قوي وقربت منها وقالت بخجل مزيف: مش تباركيلي يا ليل؟ رحيم عملها لي مفاجأة وفاجأنا كلنا وطلب يدي من ابوي وكتب كتابنا كمان تم، ورحيم بيجي جوزي انا. ليل كانت عمالة تبص حواليها ومش مستوعبة وحاسة نفسها في حلم ومش مصدقة ده حصل ازاي، وايه علاقة رحيم بصاحبة عمرها اصلا، ولا ايه علاقة صاحبة عمرها لمياء برحيم
اللي كانت عارفة إنها طول عمرها بتحبه ونفسها يتجوزها، يبقى إزاي يتجوزها هي ويختارها؟ يمين بالله ما كنت مستريحالك يا لمياء، وعارفة إني وراكي حاجة. منك لله يا شيخة، ربنا يكسر فرحتك كيف ما كسرتي فرحتها. ابعدي عنها بقى وسيبيها في حالها، عاوزة منيها ايه تاني؟ اجده يا جميلة، هي دي المبروك بتاعتكم؟ ما كنتش اعرف انكم عفشين قوي كده من جوا، لكن انا هطلع احسن منيكم ومش هرد عليكم عشان جوزي واقف وموجود. لمياء مش عاوز كلام كتير، يلا على دار ابوكي. وانت يا جميلة فجأة صرخت أول ما شافت ليل بتقع من طولها وقالت بفزع: ليل! لمياء بصت لها بشماتة، لكنها اتعصبت أول ما لقت رحيم بسرعة زقها وجري ناحية ليل وشالها على فوق وهو بيصرخ: حد يطلب الدكتور بسرعة، انتم لسه واقفين؟ يلا. ليل فتحت عينيها وبصت حواليها وهي بتقول: الحمد لله طلع حلم. أنا كنت متوكدة إن رحيم مستحيل يعمل كده، ولا حتى لمياء، بس ده ما كانش حلم، ده كان كابوس يا جميلة. أنا مش هقول لحد لحسن يتحقق بعد ليل عشان خاطري، أنا مش عاوزة أشوفك كده. اهدي يا حبيبتي، إن شاء الله ربنا يعوضك خير. هو مش أخوي، بس التنين ما يستهلكيش. ليل اتصدمت من كلامها وفهمت هي بتتكلم عن إيه. هو جواز رحيم من لمياء صاحبة عمري ما كانش حلم؟ جميلة، ردي عليا وقولي لي إن ده مش حقيقي. صح، انتي قلتي لي انك سمعتيه وهو بيكلم ابوي على موضوع الجواز، وان هو بيحبني يعني بأمارة كل اللي بيعمله معايا، وانا كمان بحب رحيم، يبقى مستحيل يشوف غيري. رحيم في اللحظة دي دخل وسمع كلامها الأخير وهي بتعترف بحبه، وبصلها قوي وقال: جميلة سيبينا لحالنا شوية. ليل بقيتي زينة دلوقتي ولا تحبي اطلب لك الدكتور تاني؟ انت اتجوزت لمياء ليه يا رحيم؟ اقصد يعني انت عمرك ما كنت بتقبلها وبتتضايق لما كنت بقى في جارها، يبقى ليه ده يحصل؟ ولا كنتوا بتمثلوا قدامنا انكم بتكرهوا بعض ومن ورانا هتحبوا بعض؟ رحيم سكت وكأنه بيحاول يدور على إجابة. رد عليا يا رحيم، انت بتحبها؟ بتحب لمياء صاحبة عمري؟ انا ما بحبش حد في الكون الا واحدة وبس يا ليل، بس خليكي متوكدة انها مش لمياء، وخليكي متوكدة برضك ان مفيش حاجة هتتغير، وانا هفضل اهتم بيكي واكتر كمان. داني اللي مربيكي على يدي يا ليل، حتى لو الفرق بينا مش كبير، بس ابوكي ربنا ياخد بيده من ساعة المرض اللي هدحيله وجاله بدري وانتي بقيتي مسؤوليتي. ليل ما كانتش سامعة اي حاجة ودموعها لسه بتنزل، وسألته السؤال تاني بإصرار أكبر: بتحب لمياء يا رحيم؟ رد عليا وقول لي مين الوحيدة اللي بتحبها هي. كانت صعبانة عليه جدا وهي في الحالة دي، ورفع ايده علشان يمسح دموعها. قلتلك اللي بحبها وبعشقها من أول ما دخلت حياتي ونورتها مش لمياء يا ليل، لكنها تكون إن في الوقت ده دخلت الخدامة وقالت: الحاج يا رحيم بيه، جالنا تلفون من المستشفى بيقولوا الحاج عبد الغفور بيحتضر وعايز يشوف بنته قبل ما يقابل وجه كريم. في المستشفى ليل جريت واترمت في حضن أبوها اللي كان مرمي على السرير وتعبان جدا. أبوي عشان خاطري مش هستحمل إنك تروح وتسيبني في الوقت ده بالذات، أنا محتاجة لك بعد ما خلاص حسيت إنني بقيت لحالي. رحيم سمعها وحس بالحزن لما فهم المقصود بكلامها. أمر ربنا يا بنتي، ومحدش بيهرب من الموت واصل. اسمعيني زين، أنا عمري ما حبيت في الدنيا دي غيرك، وأي حاجة هتسمعيها بعد كده لازم تكوني واثقة إنها حصلت غصب عني. رحيم هو اللي هيكون واصي عليكي من بعدي، كيف ما تعود من زمان يكون هو المسؤول عليكي، وأنا عارف إنك بتحبيه حتى لو ما قلتهاش بلسانك، فكنت بشوفها في عينيكي زين، وأني مش زعلان منك لأنك اخترتي زين الرجال. عشان خاطر يا أبوي بلاش الكلام ده دلوقتي، المهم صحتك العمر ما بقاش فيه تاني خلاص. عشان كده اسمعيني للآخر، أنا جوزتك رحيم أيام ما كان عندك 17 سنة، وأول ما توكدت إنك بتحبيه فعلا وهو الصالح ليكي، من ناحية تانية خفت تبعدي عني، عشان كده عاوزك تعيشي حياتك معاه وما تطوليش فترة زعلك عليا. أنا هكون مبسوط طول ما أنا شايفك بخير يا بنتي. ليل اتصدمت من كلام والدها، ورغم إنها كانت نفسها في ده من زمان، لكن في الوقت ده هي كانت خلاص اتكسرت من رحيم. منيرة أم جميلة ورحيم قربت منها وقالت بحنان:
يلا يا بنتي كل لقمة، ما هو الزعل مش هيرجع اللي راح، وادعي له بالرحمة أحسن، هو مش هيكون فرحان وهو شايفك كده يا حبيبتي. فراقة صعبة عليا قوي يا مرت عمي، مش قادرة أصدق لحد دلوقتي إنه راح. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يلا يا جميلة على دار جوزك، ما يصحش يا بنتي من ساعة فرحك كده كل يوم عندينا، انت خلاص بقالك دار. لا يما مش هسيب ليل وهي في الحالة دي، وانا قلت لصالح وهو قال لي براحتك، حتى لو قال لك افضل هنا وسط اهلك، انت من نفسك تخليكي بردك جارة. يلا همي على برا واسمع الكلام وبقي تعالي كمان يومين. اسمعي كلام مرت عمي يا جميلة، أنا زينة ما تقلقيش عليا. جميلة بصت لها بتردد وطلعت برا، ومنيرة هي كمان مشيت لكن سابت لها الأكل جنبها. وليل اتفاجئت بدخول رحيم عليها بعد ما الكل نام، فقامت وقفت وقالت: بتعمل ايه هنا يا واد عمي؟ دي مش أصول تدخل عليا واني لحالي، وانت عارف ان الكل نايم دلوقت. أصول ايه اللي بين الراجل ومرته يا ليل؟ أظنك سمعت كلام أبوكي وعرفت اللي فيها، وإن وجودي هنا بقى شيء طبيعي جنب مرتي. أنهي واحدة فيهم يا جوز التنين؟ أني ولا لمياء اللي طلعت ما تتخيرش عنك في الندالة؟ في واحدة تكلم جوزها بالطريقة دي؟ أني لولا عارف الحالة اللي انت فيها يا ليل كنت حسبتك. استهدي بالله يا بنت الناس، أنا جاي هنا عشان أعمل الأصول وأكون جارك وانت في ظرف كيف ده. لا وانت بتفهم في الأصول قوي، كيف تقبل تتجوز واحدة وانت ما خدتش رأيها ولا عارف ان هي موافقة ولا رافضة؟ كيف ما رحت طلبت لمياء وخدت رأيها؟ أني كمان أحق بالسؤال. طب ما الإجابة معروفة، وكمان اللي هنا في الدار عارفينها من زمان، وأولهم أبوكي الله يرحمه، عشان كده جوزني ليكي. أبوي لو عرف ان انت مش هتصون الأمانة صح قبل ما يموت وهتروح تتجوز غيري كان طلقني منك، بس احنا فيها. طلقني يا رحيم. أطلق مين؟ انت اتجنيتي؟ هو احنا لسه اتجوزنا عشان نتطلق؟ استهدي بالله عشان ما تقوليش حاجة بعد كده ترجع تندمي عليها. الندم اني افضل على ذمة واحد زيك، كنت فاكراه فعلا السند ليا. واني لسه مش بحميكي والسند ليكي كيف زمان يا ليل. انا ما بقيتش عارف اشتغل واروح واجي، وعلى طول قاعد جارك عشان لو حصل لك حاجة لا قدر الله واكون اني اول واحد جارك. كفاية بقى الاسطوانة دي، كنت بشربها زمان ايام ما كنت عيلة صغيرة مغفلة ومش عارفة الحقيقة، بس الظاهر على رأي جاسر عملت كل ده عشان الورث اللي ابوي عمل لك توكيل بيه وأمنك عليه هو وبته، بس ما كانش يعرف انك طماع. وبعدها لك عاد انا عمالة افوتلك واكبر دماغي واقول معلش حالتها صعبة مش فاهمة حاجة لسه، لكن قلة ادب اكتر من كده هتشوفي مني وش مش هيعجبك فعلا. انا عمري ما كنت طمعان في حاجة مش من حقي. خلاص يبقى طلقني يا رحيم، عشان أنا كمان مش بتاعتك ولا من حقك. انت اكتر حاجة حقي في الدنيا دي كلاتها يا ليل، وعمري ما هتنازل عنك مهما حصل. ليل في اللحظة دي بصت له وهي ساكتة وبتفكر في كلامه اللي حسسها بفرحة والحزن في نفس الوقت، لكن الاتنين كانوا سرحانين بقرب بعض وعيونهم اللي بتقول كلام كتير، لكن ملحقوش. ودخلت لمياء وتعصبت لما لقيتهم كده. ده الكلام بقى اللي سمعته صح؟ وليل خدتك مني يا رحيم وأنا لسه عروسة جديدة كاتب عليها، وخطافة الرجالة دي خطفتك مني. ليل بعدت عنه وهي متعصبة من كلامها وقربت منها وقالت ببرود: ما اسمهاش أنا اللي خدته منك، انت اللي خدتيه مني يا لمياء. عشان اللي انت مش عارفاه، رحيم طلع متجوزني أصلا من واني عندي 17 سنة، يعني انت الزوجة التانية وخطفت الرجالة، فبيتهيألي الكلام ده المفروض تقولي لحالك. بس على الأقل أنا اللي في النور، وأنا كمان اللي فرحي هيكون بين الناس قريب، لكن انت حيالله كم واحد يعرفها بالصدفة. ليل سكتت وحست انها كسبتها في النقطة دي، لكن رحيم جه بسرعة وقال: فرحي أنا وليل هو اللي هيتم الأول يا لمياء، ودي وصية عمي قبل ما يموت. وبعدين انت ايه اللي جايبك هنا أصلا ودخلتي كيف؟ هو انت ناسي ان الدار دي بقيت داري من ساعة ما اتجوزتك؟ يبقى حقي أكون موجودة في الدار وفي أوضتك وفي حضنك كمان. أصلا جبت كمان خلقاتي معايا تحت، وأبوكي ما صدق خلص منك وقالك روحك ده من غير فرح ولا إشهار، وجاية تقوليلي أنا اللي في الضلمة وانت اللي في النور؟ لا وانت الصادقة، عشان عارفين قد ايه بحب رحيم وهو كمان بيحبني، ولازم أكون جاره في ظروف كيف دي. هستناك يا حبيبي في الأوضة. إياك تعتبيها، شوفيلك أي أوضة من بتوع الضيوف
افتحيها ونامي فيها واعجلي وبطل جنان. الجنان انني اسيبك لوحدك في دي تنتصر عليا وتاخدك مني وانت اللي جوزي. لو ما جيتش معايا يا رحيم يبقى ما تزعلش من اللي هيحصل. ما تبطلي بقى هبل، هي كمان مرتي وقبل منك، وحطي كمان في دماغك انني مش بتهدد. انا قلت كلمة وانت حر، وخلال نص ساعة لو ما جيتليش انت عارف زين هعمل ايه. ليل استغربت من كلامها والثقة اللي هي بتتكلم بيها، لكن اللي صدمها وزعلها اكتر ان رحيم فعلا خرج وسابها، فقعدت مكانها تعيط بحرقة وهي حاسة نفسها فعلا بقت وحيدة. ليل كانت خارجة من الجامعة وهي سرحانة، ورغم انها كانت لسه تعبانة لكن حاولت تشغل نفسها في اي حاجة علشان تنسى الغدر اللي شافته وموت ابوها كمان. ليل قبل ما تخطي خطوة لبره اتفاجئت باللي ظهر قدامها وقال: كيف تخرجي من غير ما تقولي لي، وكمان لحالك من غير ما تاخدي السواق؟ افرضي كان جرالك حاجة دلوقتي. ما حبيتش اشيل همي لحد، خصوصا اننا قريب وهنتطلق ونبعد عن بعض، وبعدين انا ما بقيتش عيلة صغيرة واعرف زين كيف احمي حالي. انت غاوية تعصبيني وخلاص؟ لا، انت لسه صغيرة يا ليل ومش فاهمة حاجة ومحتاجة حمايتي ومسؤوليتي. ما تخليك جار السنيورة بتاعتك اللي سبتني ورحت لها، وبطل أنانية شوية. انت عاوز كل حاجة تبقى جارك وخلاص مجرد تمتلكها؟ صعبان عليك واحدة تقولك لا مش عاوزاك؟ ومين بقى دخل الكلام ده في دماغك؟ أكيد الزفت جاسر مش كده؟ الواد ده لو شفتك بتكلميه تاني ما تزعليش من اللي هيحصل لك. ليل حاولت تضايقه زي ما ضايقها. هكلمه يا رحيم، ومش بس كده كمان هتجوزه بعد ما اتطلق منك، على الأقل راح ولا جه كان صريح، مش كيف ناس تانية طماعة. ليل حست بالتوتر لما لقيته بعد عنها وباين عليه الزعل. تاني عدتي الكلمة دي وبتقولي لي طمعان فيكي؟ طب يلا عشان أروحك وبطلي كلام كتير، ويلا بينا عشان أنا تعبت معاكي بجد. لمياء أول ما دخلوا قربت من رحيم وقالت: اتأخرت ليه يا حبيبي؟ عملتلك كل الوكل اللي انت بتحبه ومستنياك في أوضتنا فوق، يلا بينا تلاقيك تعبان من المشوار. بنت لازقة وما عندهاش حياء بصحيح. جميلة قربت من ليل وقالت: ما تبطلي خيابة انت التانية وروحي طلبي بحقك في جوزك، هي مش امبارح خدته منك، انت كمان خديه منيها. مش عاوزاه، يشبعوا هما التنين ببعض. علي يعني برضك؟ يا بنت استنصحي، رحيم شكله مش طايقها واصل، وكلنا مستغربين اتجوزها ليه، هو اكيد في سبب غير انه بيحبها، فانت بقى تسيبيهولها وتخليها تنتصر عليكي، ولا تحاربي وتاخديه وهي جاتلك على الطبطاب وطلع جوزك اصلا، كل ده واحنا مش عارفين. ليل فكرت في كلامها شوية لكنها تجاهلته، بس اتصدمت لما لقت لمياء لسه عمالة تدلع عليه قدامهم كلهم من غير كسوف، فما حستش بنفسها غير وهي بتقوم ومسكت ايده وقالت: معلاش بقى يا لمياء، هتاكلي الوكل اللي انت عملتيه لحالك، لان الليلة النهاردة ليلتي، خلي بقى حد يونسك تاني غير جوزي، ريحي نفسك، ولا انت ولاني، هو لسه جايلي من شوية اني ورايا شغل مهم وهيمشي، وهي ليلتك راحت من قبل ما تبدأ. ليل ندمت انها قامت وحست بالخجل، لكنها اتفاجئت برحيم بيشد ايديها: لا انا طالع فعلا مع ليل، تصبحوا على خير. ليل شدت ايديها منه اول ما دخلوا وقالت بتوتر: ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ وبعدين يلا ما تروح اوضتك. والله امال اللي عملتيه تحت ده ايه؟ وقلتي لها ان الليله ليلتي وانا جوزك، كان كل ده يعني تمثيل؟ بالظبط كده، وزين انك عارف اللي فيها، يعني دي اخرتها؟ ده انا حتى نصرتك عليها وزمانها دلوقت نفسها تولع في حالها من كتر الغيظ، ما استاهلش مكافأة على كده؟ رحيم ابعد عني، اذا كانت هي ما عندهاش كرامة ولا دم وسمحت بده يحصل، فاني عمري ما هسمح زيها تلمسني من غير فرح ولا واحدة تانية تشاركني فيك. انا اصلا ما لمستهاش ولا جيت جنبها، وسبتها تنام في اوضة الضيوف، وعندك اللي تحت اسأليهم شاهدين على كده، بس يعني لو خلصتك من كل ده هترضي عني كيف زمان؟ ها؟ وهتخلصني منه كيف؟ هو انت اتجوزتها اصلا ليه يا رحيم؟ سيبك من لمياء دلوقتي وردي عليا، لسه بتحبيني قوي كيف زمان يا ليل ورايداني؟ انا سمعتك على فكرة وانتي بتقولي الكلام ده لجميلة اكتر من مرة، ما تعرفيش كيف كنت بمنح حالي انني كمان ما اقولكيش اللي جوايا. ليل انت ايه؟ انا بحبك يا ليل،
وقرب منك وعصبيتي على أي واحد غيري بيقرب منك ما كانتش عشان انتي أمانة عمي اللي لازم أحافظ عليها، كمان عشان بغير عليكي من عشقي ليكي يا بنت عمي. ليل ما كانتش مصدقة اللي بتسمعه، وعينيها دمعت وقالت: أنا كنت فاكرة إن اللي جوايا ده من ناحيتي أنا وبس، لأنه عمرك ما فكرت تقولي ده لو كلامك صح فعلا. والله العظيم بحبك يا ليل، وعمري ما حبيت حد قبلك ولا بعدك، بس كنت طول الوقت بخاف أصارح عمي باللي جوايا، وهو في الحالة دي يفتكرني بعطف عليه. لكن لما كبرتي وحلويتي والخطاب بقوا بيجولك قلت لازم أتكلم. بس انت برضك ما قلتليش حاجة اللي دلوقتي. قلت لأبوكي وهو في المستشفى، فرح وقال لي مش هلاقي حد أحسن منك ليها، وهي كمان شكلها قلبها ميال ليك، لما بتجي تزورني ما بتبطلش كلام عنك ولا ليها سيرة إلا انت، بس مش عاوزك تعشمها وتشغلها دلوقتي إلا لما تكبر شوية. لكن حصلت ظروفك ده اضطرته يجوزني ليكي من غير أصلا ما يقولك. مهما وصفلك اليوم ده سعادتي كانت عاملة كيف مش هتصدقي. ليل كانت سرحانة في كلامه وهي مش مصدقة السعادة اللي هي فيها، وضربات قلبها اللي بتزيد من عشقه، لكنها فجأة كشرت وبعدت عنه وقالت: وبعد كل الحب ده رحت واتجوزت صاحبتي مش كده؟ لو عاوزني أصدق كلامك قولي مبرر للي انت عملته فيا. والله العظيم لو قادر أقول كنت قلت من بدري، لكن صدقيني في كل كلمة قلتها لك، وأني عمري ما هنسى الوجع اللي حسيت بيه لما اتجوزت غيرك قصاد عيني يا رحيم. رحيم نزل وقرب من السفرة والكل كان بياكل. قوم يا جاسر وروح اقعد بعيد عن مرتي. هو احنا قاعدين في أتوبيس؟ ما عندك السفرة واسعة، روح اقعد في أي حتة، وهي لو عاوزاك هتقوم وراك. تعالى يا حبيبي اقعد جاري، المكان واسع اهو. وبعدين هي اللي نزلت وراحت قاعدة جارو بمزاجها على فكرة، يعني شكلها حابة القعدة جارو. رحيم اتضايق من الكلام وشد ليل غصب عنها وراح قعد جنبها. كملي واكلك يا ليل، وبعدين ايه اللي خلاك تقومي وتنزلي وتسيبيني فوق لحالي؟ مش تصحيني معاكي يا حبيبتي بردك؟ ليل كانت حاسة انها هتزور وهي بتاكل لما قال لها: يا حبيبتي هو الوكل يعني هيخلص؟ قلت تصحى براحتك، والنهاردة كمان أجازة. حبيبي اللي قلبه عليا وعاوزني استريح وانام يوم أجازتي. طب مش تغذي جوزك بقى؟ حطيلي يلا الوكل في الطبق. ليل حست بالإحراج من طريقته قدام الكل بالشكل ده، فبعدت ايده وما ردتش عليه. فلمياء أخدت منه الطبق بتاعه وقالت: عنك انت يا حبيبي، أنا هحطلك الوكل بنفسي، أنا عارفة انت بتحبه وبتكره ايه، ده أنا حافظاك أكتر من نفسي، حتى حافظاك كمان أكتر من كرامتك اللي نسيتيها. لمياء سمعتها واتضايقت منها، فمسكت كوباية اللبن اللي محطوطة وعملت كأنها بتديها الرحيم، فدلقتها عليها. قامت ليل بسرعة وهي بتصرخ: مش تفتح يا بت، انت عميتي في نظرك؟ ايه اللي انت هببتيه ده صحيح؟ انت زينة يا ليل؟ ايه يا جماعة، فلتت من يدي، الحق عليا يعني عاوزاك تاكل وتتغذى وغيري مش معبراك؟ صحيح في ناس كده تحب اللي يديها فوق دماغها وتقول كمان. ليل بصت لها بغضب وعرفت ازاي هترد لها اللي عملته، فقعدت على الكرسي وهي بتتألم بطريقة مبالغة: يا رحيم رجلي وجعاني قوي، همشي عليها كيف بعد كده؟ رحيم ما ترددش لحظة وقرب منها وشالها. تعالي ارتاحي فوق وحد يبعت لنا الفطور. ما دلكتش يعني عليكي مية نار عشان كل الوجع ده؟ دلع ماسخ بصحيح. طالما مش بتدلع على حد غريب يبقى تخليكي في حالك أحسن. يلا يا رحيم، عشان كل ما أشوف وشها دمي بيفور. رحيم هز راسه بيأس منها وابتسم بهدوء وطلع على فوق وهو شايلها. ليل كانت قاعدة على السرير بتاكل ورحيم جنبها، واتفاجئت بيه بيرفع المعلقة وبيأكلها. رجلي اللي كانت وجعاني مش يدي على فكرة. طب ماني عارف، بس أنا بحب أدلع مرتي من قبل ما تطلب، ومش لازم استنى يعني تتألم ولا تتكسر عشان أكلها بنفسي. هو أنا عندي أعز منك؟ شاطر قوي في التثبيت بالكلام انت يا رحيم، انما الفعل مش شاطر فيه. طب يلا بينا قومي البسي. ليه؟ عشان اوريكي كيف شاطر في الكلام وفي الفعل كمان. مش النهارده اجازتي؟ تعالي نستغلها ونخرج. ليل فرحت جواها قوي انها هتخرج معاه، لكنها حاولت كتير ترفض وتبين ان هي متضايقه، وبعد اصرار منه عملت نفسها انها مجبره وقامت تروح معاه. ولمياء اتعصبت وهي شايفاهم نازلين سوا. اجده يا رحيم، يعني حتى بعد كل اللي عملته وجبرتك تتجوزني
وبرضك لازق فيها ومش فارق معاك تهديدي؟ الظاهر انك فاكرني بقول مجرد كلام، بس ثاني النهاردة هثبت لك العكس. في العربية ساكتة يعني من ساعة لما رجعنا؟ ايه ما اتبسطتيش؟ ده انا ما سبتش مكان الا ورحناه عشان اشوف الابتسامة على وشك. ليل كانت جنبه وبصة ناحية الشباك وهي بتحاول تكتم ابتسامتها والسعادة اللي مش قادرة تداريها. هكذب لو قلتلك النهاردة مش أسعد يوم في حياتي، لأن كنت بتمنى كتير قوي نخرج سوا، لكن كل ما افتكر اللي عملته فيا وموضوع لمياء سعادتي كلها بتروح. نفسي أفهمك يا رحيم، ليه بتكون نفس الشخص اللي بيوجعني ونفس الشخص اللي بيداوي جروحي؟ اللي عاوزك تفهمين إنني بحبك انتي وبس. قريب هخلصك من كل ده صدقيني، وأنا بحاول والله مش ساكت. انتي مش عارفة الموضوع صعب قد ايه. لو كلامك صح شاركني بيه. ليه بتعمل فيا كده؟ برضك ساكت عشان ما عندكش إجابة مش كده؟ يبقى تبعد عني يا رحيم، لأنني مش هقبل بنص حياة فرضت عليا. رحيم اتنهد جامد ونزل من العربية وراها، لكن فجأة الاتنين وقفوا بصدمة. جربي يا ليل، دي أبوكي مش حد غريب. الحاج عبد الهادي كان بيشتغل جنايني زمان عنديكم في الدار، وباعك لعبد الغفور قبل ما يموت لأنه مش بيخلف واعتبرك بته، لكن انتي بت الجنايني في الحقيقة. ليل كانت مصدومة من اللي بتسمعه، ورحيم قرب منها ومسكها بغضب. وانت فاكرة لما تعمل كده هتجبريني أكمل معاكي بالغصب كيف ما عملتيها أول مرة؟ طب انت كده جبتي آخرك معايا. انت طالق يا لمياء، لم خلقاتك وعلى برا. لمياء اتصدمت من اللي عمله وحاولت كتير تترجاه يردها، لكنه مهتمش بيها، وأخيرا خلت عندها كرامة وطلعت لمت هدومها علشان تمشي. عبد الهادي قرب منها بمسكنة. وحشتيني يا بنتي، هي كلامها صح، لكن أنا كان غصب عني، كان لازم أبيعك، كان عندي عيال غيرك كتير قوي، وعبد الغفور بيستغل حوجتي وغصب علي أبيعك ليه. ده كذاب ما تصدقوهوش يا ليل، هو اللي عرض علي بيعك، يا إما هيرميكي في أي خرابة، وكفاية قوي العيال اللي عنده. صعبت ساعتها على أبوك اللي رباكي وخدك، لكن بعد كده رجع لما الفلوس اللي معاه خلصت وحاول يساومنا، يا إما هياخدك يا إما نديله فلوس تاني. عشان كده عمي جوزني ليكي. ما تصدقوهوش يا بنتي، كل الحكاية إنني ندمت على عملتي زمان وعاوز أرجعك ولم شمل العيلة. ليل ما كانتش مصدقة اللي هي فيه ودموعها نزلت. يعني إيه؟ الراجل اللي رباني كل السنين دي وتعلقت بيه ما طلعش أبوي؟ هو أنا اللي بيحصل لك ده؟ أنا اضطريت أتجوز لمياء لما عرفت السر ده وساومتني بيه عشان عارف قد إيه هتتأثري بيه. خليكي قوية وما تخليش حد يضعفك ولا يضحك عليكي تاني، حتى لو أني. اسمعيني يا ليل، حد يطلع الراجل ده برا، هو هيطلع دلوقتي من نفسه وأني معاه. ليل كانت عمالة تبص على البيت بعطف، وقد إيه في أطفال كتير باين عليهم الفقر والحوجة. هم دول إخواتي؟ طب أمي فين؟ عبد الهادي كان مبسوط قوي إنها جت وقرب منها. ماتت، مش مهم دلوقتي. قوليلي يا بنتي، انت المفروض تورثي من عبد الغفور مش كده؟ ولا هو كتبلك باسمك حاجات؟ ليل فهمت ليه دلوقتي قبل ما يموت كتب لها كل حاجة. كتبلي ولا ما كتبليش؟ الحاجات دي تخصهم هما دلوقتي ولازم اتنازل عنها. عبد الهادي تعصب جامد وظهر على حقيقته ومسكها بغضب. تتنازلي عن مين؟ هو انت فاكراني جايبك هنا حبا فيكي؟ انا جايبك عشان الفلوس. هو انت مش شايفة حالتنا عاملة كيف؟ احنا اولى بالفلوس دي، هاتيها. اللي حقنا بجد انك تنزل تشتغل وتصرف عليهم، مش تاخد حاجة مش من حقك وتبيع عيالك. وبعدين اصلا خلاص بعد ما يثبتوا انني بنتك مفيش اي جنيه هعرف اخده منيهم. ايه مش كفاية ان بنتك رجعت لك وفي داهية الفلوس؟ انت عمرك ما كنت لازمالي في حاجة، عاوز الفلوس طبعا، وكيف ما بعتك اولاني بمزاجي يبقى دلوقتي مش عاوزك وعلى برا. ليل كانت ماشية وهي بتحاول تستوعب الصدمات اللي هي فيها ومنظر اخواتها وهم جوه ومش قادرة تساعدهم، واتفاجئت بعربية وقفت قدامها، وزي ما توقعت كان فيها رحيم اللي بصلها بعيون كلها رجاء، وهي بهدوء راحت ركبت معاه. منظر العيال وجع قلبي قوي، كان زماني دلوقتي واحدة منيهم لولا ابوي اللي حجني من جشع وعدم مسؤوليته. ده مش بني آدم، وأنا مستحيل أسيب خواتي كده يا رحيم. شوفي انت عاوزة ايه وانا اعملهولك، اكيد سنهم كبار زيك، ممكن نشوف لهم شغل ونبعدهم عن جشع الراجل ده.
أنا سيبتك تروحي معاه، لكن مش هقدر أسيبك هنا. بقيت بقرا الناس من عيونهم زيك يا رحيم، كيف معلمتني زمان، وأني فاهمة من أول ما دخل هو عاوز إيه، بس كنت حابة أروح معاه، من ناحية أكدب إحساسي، ومن ناحية تانية أشوف خواتي اللي بيقول عليهم دول. ليه ما فهمتنيش إن حتى جوازك من لمياء كان علشاني؟ معرفش سمعتنا كيف وأني بتكلم مع أبوكي بالصدفة، ومن ساعتها وهي مسكالي الموضوع ده، يا تتجوزني يا أروح أقول لليل كل حاجة. كان لازم تقولي حاجة كيف كده وما تجبرش حالك على الجواز منيها. خفت قوي عليكي، لأني كنت عارف إنها صدمة كبيرة عليكي، عشان كده اضطريت أعمل كده، لكن أقسملك بالله ولا كنت مهتم بيها ولا معتبرها مرتي من الأساس. انتي كنتي كل حاجة بالنسبة لي يا ليل. عارفة إنك عملت كده عشاني، بس برضو زعلانة منك لأنك وجعتني في الحالتين، فكان وجع إنك تعرفني الحقيقة أرحم من إنك تتجوز قدام عيني. معاكي حق، أنا آسف، والله ندمت بعد كده لما شفتك بالحالة دي، أول وآخر مرة أوجعك بالطريقة دي. أنا بحبك قوي يا ليل، ونفسي ننسى كل حاجة ونبدأ صفحة جديدة. ليل سكتت شوية، لكنها في النهاية قالت وأنا كمان بحبك قوي يا رحيم. وبكده خلصت حكايتنا النهاردة. هستنى رأيكم في الكومنتات، واستنوني في حكاية جديدة. سلام.